ضم ذبوا على الجسر نعش عليه تتفرج الوادم. يا مرضى بي بالروم قال والله قال يا جلب الميت وجلبه. ليش مولاي لا عنده الميت انا الخل يعتنونه بالعجل. والله بالعجل الكاظم بسم الجتل. من الذي حضر جسد الامام الكاظم؟ حضره علي بن موسى الرضا. حضر يما الرضا شاف الجرالي انحنى بقيد السلاسل وانحنى عليه بدمع عينه غسل جرحه ويداوي. هذا بيت الدعاء. علما هذا البيت للسيدة معصومة لها شأن كشأن جدتها الزهراء. تقول ابويا نجيتك يا ابويا ومالكيتك. يودها يدمع الباب الحوالج. يا ابويا نجيتك يا ابويا ومالكيتك ما لحقت فيك وودعت. ويا حسن قربت منيت ولا منيتك. لكن اقول سيدي يا مولاتي يا معصومه انت حضرت الى الامام رضاها ونحن في جوار سيدي ومولاي ياسر وناصر. اذ قل اخويا ما احلى الاخوه من يجوني. اولا يجوني يقعدون يمي قابلوني. اقول سيدتي يا معصومه ابوك الكاظم لكن لهم من حضروه وشيعوه وغسلوه ودفنوه، لكن جدك الحسين من الذي حضره؟ رحم الله من نادى وحسينا. ولذلك ينقلون يوم اقبل الجمال ينتزع الخاتم من اصبع الحسين، تقول الروايات لم يستطع جاء بحرب حتى قطع اصبعه وانتزع الخاتم من اصبع الحسين. واذا بهودج نزل من السماء واذا بمرأة تقوم وتسقط على الارض منادي يا بني حسين قتلوها ولم يعرفوا من هي امك وابوك. ودي هاي الدمعة كربلاء.